من الحاجات اللي انتوا لازم تعرفوها، لو انا قلت له دوكر بي اس وحصل عندي بسبب ايا كان اللي حصل ده ما كانش شغال، ففي الحاله ديت انت عندك حاجه اسمها دوكر لوجز، بديله هنا كده الاي دي بتاع الكونتينر او النيم بتاعه. يعني انا لو عايز اشوف اللوج، انت عندك ابلكيشن شغال عايز تشوف اللوج بتاعه، حاجه من الاثنين، لا اما تديله الاسم لا اما تديله مثلا اول حرفين مثلا من هنا 5 5 بي 5. في الحاله ديت هيديني ايه؟ هيدينا اللوجز بتاع دوت. لو انت عندك ابلكيشن شغال وعايز تشوف اللوجز بتاعه كونتينوس، بتديله داش اف. داش اف بيلسن على اللوجز بتاعتك عشان لو انت محتاج ان انت ترابل شوت او تعمل حاجه على الكونتينر. من الحاجات برضو اللي انت ممكن تحتاجها اللي احنا قلناها ان هي دوكر اكزيك زي ما احمد عمل من شويه، وبعد كده دخل جوه الكونتينر داش اي تي وتديله الكونتينر بتاعك وتديله الكوماند اللي انت عايز ترن. ده حاجات من الحاجات اللي انت عملتوها. نفترض في بعض الاحيان انا ببقى عايز ان انا انقل حاجات من الماشين بتاعتي احطها جوه الكونتينر، او اجيب حاجات من الكونتينر احطها على الماشين بتاعتي. يعني انا عندي هنا كده، تعالوا نشوف اقول لكم مثال. انا عندي هنا كده مين اللي كان شغال، تعالى دوت نقول له 3. شايفين ده كده؟ ده انجن اكس اللي هو 3. تعالوا ندور عليه. دوكر بي اس فين 3 ده؟ هقول له هنا كده انا هعمل ايمج، هعمل صفحه اسمها index.html واقول له hello from دوكر. ده HTML بيج. طبعا انت اعملها باي طريقه زي ما انت عايز. انا عايز الاندكس فايل دوت احطه جوه مين؟ احطه جوه الكونتينر. ايه اللي انت هتعمله هنا كده؟ هتقول له خلينا اجيب لكم الكونتينرز تاني. هقول له دوكر سي بي الاندكس دوت اتش تي ام ال، وعايز اوديه فين بقى؟ عايز اخد الفايل دوت احطه جوه الكونتينر اللي اسمه ايه؟ احنا قلنا ده. لما احطه جوه الكونتينر دوت، فانا بقول له هنا كده الكونتينر ده، وعايز تخش جوه مثلا اعتقد يو اس ار انجن اكس اتش تي ام ال. لو انا قلت له اعملها كده، في الحاله ديت هيعمل ايه؟ هياخد كوبي للفايل ده، هيروح يحطه في المكان ده. تقريبا مش ده المكان الصح، بس خلينا بص ده كوبيت ماشي. خلينا اخش جوه الكونتينر دوت واتاكد ان ده المكان الصح، عشان انا نسيت اصلا انجن اكس بيحط المكان فين. باش هقول له هنا كده يو اس ار لوكال انجن اكس شير انجن اكس اتش تي ام ال. شايفين كده الاندكس ديت؟ هي ديت الاندكس اللي انت بتشوفها اول ما بتشوف دي كده. ديت لو انا عملت لها موديفاي هنا كده، لو انا قلت له روح جوه الحته ديت وقلت له ما عندوش بيم، خلينا نعمل هنا كده ما عندوش دي برضه. طيب بما ان الكونتينر دوت ما عندوش، احنا ايه اللي احنا هنعمله هنا كده؟ احنا هنقول له امسك الفايل ده اللي احنا عملناه وهنقول له حطه هنا. يبقى انا كده غيرت مين؟ خدت الفايل اللي انا ما كنتش عايز اعمله هنا كده او ما كنتش عارف اعمله، نفترض ان انا مش عارف نانو، فالفايل ده بقى قابض هنا. تمام؟ فانت لو عندك اي فايلز، عندك اي كود عايز تنقله جوه الكونتينر، ممكن تستخدم سي بي. طيب لو انت عندك العكس بقى، عندك حاجه جوه الكونتينر عايز تاخدها عندك لوكال، فنفس القصه، هتيجي وتقول له دوكر سي بي وهتدي له الكونتينر هنا كده، وهتقول له انا عايز الحاجات اللي موجوده جوه nginx.com. انا عايز الفايل اللي موجود هنا كده تعمل لي داونلود ليه. تقريبا انا محتاج ان انا اقول له الفايل هنا كده لوكال، هيبقى ايه؟ nginx.com. بص كده عمل لي داونلود للكونفيجريشن بتاع الانجن اكس من الريموت. ده كده اللي موجود جوه الكونتينر. فانت لو عايز تكوبي ممكن تعمل الحتتين دول. دي شويه معلومات كده لازم ان انت تبقى عارفها عشان تسهل معاك الحاجات اللي انت شغال بيها. برضو احيانا بتبقى محتاج ان انت تعمل هنا كده، لو شغال لينكس تقول له دوكر انفو، يبتدي يديك هنا كده الدوكر انجن بتاعك الفيرجن بتاعه كام. تمام؟ والسيرفر اللي احنا كنا بنتكلم عليه لو تفتكروا من شويه، بص كده دي عدد الكونتينر، عندي 4 راننج، عندي 0 بوست، وعندي ستوب، عندي عدد الايمج، عندي السيرفر، عندي كل الكلام ده. ليه؟ لان لو حصل معاك والدنيا حصل فيها مشكله، تبقى انت حضرتك تعرف تعمل ترابل شوتنج. تمام؟ لان بعض الناس مثلا يجي يشغل حاجه ما ترضاش تشتغل، لازم يقول لك الفيرجن بتاعك ايه عشان افهم انت ايه، انت شغال ازاي. من الحاجات برضو اللي احنا محتاجين ان احنا نعملها ان انت تقول له مثلا دوكر ستاتس او ستاتس. بص كده هيجيب لك كل كونتينر وايه السي بي يو يوسج وايه البي اي دي بتاعه اللي واخده، تمام، وايه الميموري اللي واخده وايه الليميتس اللي ممكن ياخده.
تمام كده يا جماعه. يعني انت لو عايز تشوف بشكل بيزك كده الكونتينرز بتاعتك اللي شغاله اخرها هتاخد من كام، ده الميموري يوسج ممكن يوصل ل 30 جيجا، تمام، البرسنتج السي بي يو عندك، عشان لو انت حطيت اي كونتينر شغال ولقيت ان في مشكله والناس بتشتكي، فانت حضرتك محتاج ان انت تخش تشوف كده بسرعه ايه اللي بيحصل. فانت ممكن بالبيزك كوماند ديت تشوف بيها ايه اللي بيحصل. هي هنا دي الظاهر فيها الليميت بتاع الميموري. بص ظاهر فيها اليوسج اللي انت تقدر تاخده، اليوسج اللي انت واخده اسف، ومعاك الليميت اللي انت تقدر توصل له، لان انا مش محدد اي نوع من الليميت.